اهلا بيكم، انا احمد حموده ومعايا حفناوي وسيرجيو من فريق التحليل الفني في رامبل، وجايين النهارده علشان نشارككم اخر تحديث في شكل التوصيات اللي احنا او اللي رامبل بتصدرها اللي ليها علاقه بالتحليل الفني. دايما انتوا عارفين من اهم او حد واحده من اهم الاهداف او فلسفه الفريق هو الحفاظ على راس المال. منها ان هو بينصحوا دايما ان ما يبقاش في اكتر من 10% من محفظتك اللي تستثمر بيها في التحليل الفني تبقى في سهم واحد او توصية واحدة. والحاجة التانية كان دايما بيقول لك ان انا بيبقى فيه عايزك تعمل المكسب وفي نفس الوقت بحاول احد من الخسارة، وكل توصية كان بيطلع معاها حاجة اسمها ستوب لوس او وقف خسارة. حفناوي ممكن تفكرنا ايه هو الستوب لوس او كان وقف الخسارة؟ طبعا مستوى وقف الخسارة هو مستوى المحلل الفني شايف ان السهم لو ضربه في الحالة دي السهم ممكن يغير اتجاه ويبتدي ينزل، ومن ناحية المستثمر ان هو دي الماكسيموم خسارة اللي متوقعها في السهم ده. اوكي، فانت زي ما تقول كده انا بحد من خسارتك في حاجتين، ان واحد 10% بالكتير قوي من محفظتك تكون في هذا السهم، بالظبط. وبتبقى دايما ما بين 10 ل 20% اللي هو تقريبا الوقف ده حد الخساره اقصى. او المستوى اللي انت شايفه ممكن المومنتم او الشكل يتحول. فاحنا كنا دايما بتنصح يا حفناوي ان مع كل توصيه نكون محددين وقف الخساره. بالظبط، والوقف الخساره ده بيبقى متحرك مع تغير السهم، بحيث ان هو لو السهم ابتدى يطلع نحافظ على راس المال ونحافظ على جزء كبير من الارباح. حلو، برضو الطريقه اللي بتشتغل بيها ان انت بتيجي تقول على المنصه اللي بتتداول عليها ان انا عايز احط الستوب لوس دوت، ان اول لما سعر السهم ينزل لسعر معين تلقائيا يتحط الاوردر لك بيتنفذ. سيل اوردر، تمام. صح؟ اللي انا فاهمه يا سيرجيو ان لما يبقى في ناس عارفه هذا الستوب لوس ممكن يحصل مانيبيوليشن او بالظبط، دي حاجه اسمها ستوب لوس هانتنج. في الحاله دي المستثمرين عارفين المستوى في الستوب لوس، وممكن يستغلوا انه ينزلوا سعر السهم للليفل ده، ويستغلوا من السيوله اللي موجوده ويشتروا في المستوى ده، والسهم يطلع معاهم. خليني ادي مثال عشان اوضح اللي احنا قلناه. فاحنا في سهم ب 100 جنيه، واحنا شايفين ان او انتوا شايفين بالتحليل الفني ان هو في مستهدف انه يطلع ل 120 جنيه، بس في نفس الوقت بالمومنتم او بالقرايه اللي انتوا قاريينها لو نزل عن ال 95 جنيه يبقى معناها ان المومنتم اتغير او محتاجين نتخرج من هذه التوصيه. فاللي كنا بنعمله قبل كده ان احنا كنا بنقول للناس حط ستوب لوس على 95 جنيه او وقف خساره. اللي سيرجيو بيقوله وان دلوقتي احنا ما بين المشتركين انا بقيت عارف ان اول ما ينزل ل 95 جنيه في اوريدي اوردرات تلقائيا هتنزل بال 95 جنيه، فابتدي انا ممكن يحصل شويه تلاعب ان انا انزل شويه الاسهم لحد 95 جنيه واستغل السيوله دي عشان اعرف اشتري اكتر، والسعر الفولاتيليتي نفسها تاخدني اكتر واطلع فوق. والم كل الاسهم دي اللي ب 95 جنيه وبعد كده يكمل هو المومنتم اللي انتوا كنتوا شايفينه في الاول. فاللي احنا عملناه في اخر تحديث ان احنا خلينا وقف الخساره لسه كل توصيه بتطلع بيبقى الفريق هنا عنده مستهدف لوقف الخساره، بس خليناه مستخبي عن الناس، وبقينا احنا اللي بنمونيتور او احنا اللي بنراقب مستويات السهم، واول لما يقرب منه هنبعت لك نقول لك يلا قفلنا هذه التوصيه. التوصيه بالظبط كده هيوصل من خلال منصه رامبل والنوتيفيكيشن والايميل. بالظبط، ونرجع تاني للي احنا كنا بننصح بيه دايما، واعتقد دايما بنقوله انت لو بتتبع توصيات الفنيه لازم تكون مركز بعكس التوصيات الاساسيه اللي هي بتاخد وقت كتير ومش محتاج نفس ليفل او مستوى التركيز. التوصيات الفنيه محتاج تبقى مركز ومتابع جدا الاشعارات او الايميلات اللي احنا بنبعتها. شكرا يا حفناوي، شكرا يا سيرجيو.